نفسي يا اخوانا كانت وحشاني الفرحه قوي في اللعبه المنيله ب 60 نيله اللي الواحد بيتفرج عليها دي. خليني اقول لك ان النصر السعودي النهارده ما جاب الدوري وبس، النصر السعودي جلد الشكوك كلها، النصر السعودي حسم دوري روشن السعودي بطريقه تقول لكل اللي كانوا يطقطقون عليه طول الموسم علوم الرجال تظهر وقت الحسم. النهارده الاصفر العالمي قال كلمته رغم كل الصعوبات اللي اتعرض ليها طول الموسم. الراجل اللي قاعد يبكي فوقيه ده دي مش اول بطوله ليه يا جماعه، الراجل دوت معاه 5 بالون دور، معاه 5 دوري ابطال اوروبا، الراجل دوت هداف اي بطوله يلعبها في اي زمان واي مكان، ولكن حس ان كره القدم النهارده بتصالحه، فرد الجميل النهارده لجماهير النصر السعودي وجاب لهم بطولة كبيرة بعد 3 سنين عجاف، بعد 3 سنين من سوء الحظ، بعد 3 سنين لوصول لنهائيات وتلاقي النصر السعودي مش موفق. النهارده يا طويل العمر كريستيانو رونالدو بيسجل هدفين في اهم مباراة ليه مع النصر السعودي على مستوى الدوري. كمان النهارده كريستيانو رونالدو بيقبل الشعار، يا اخي ما عملهاش مع مانشستر يونايتد، ما عملهاش مع الفريق بتاع سبورتنج لشبونه، عملها مع النصر السعودي وريال مدريد، ويا بخت جماهير النصر السعودي. النهارده كريستيانو رونالدو بيقول لك ان الشغف ملوش عمر يا حبيبي، وان الاساطير لو جاءت للبطولات مش هترحم حد. تتفرج النهارده على النصر السعودي بالاربعه قدام الضمك، وكان ممكن المباراه تنتهي بسداسيه. مالناش دعوه بالنتيجه بتاعت الهلال وكل حاجه، ولكن النصر السعودي توج واخد بالك بلقب الدوري السعودي. وجمال الهدف الاولاني اللي سجله كريستيانو رونالدو يا شباب، نفس الهدف ده يتسجل من 15 سنه قدام الفريق اللي اسمه فيا ريال، نفس الزاويه، نفس التسديده، نفس كل حاجه، وهو نفس الشغف عند كريستيانو رونالدو. مره واثنين وثلاثه، مبروك للاصفر العالمي دوري روشن السعودي، دوري مستحق رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم كل حاجه، ولكن هم يستحقوا ان هم يتوجوا باللقب. بتعيط ليه يا عمي؟ مش محتاج يا اسطى، مش محتاج تثبت اي حاجه لاي حد، بس مش اي حد هيفهم الدموع دي، عشان ده كريستيانو، سواء كان 19 20 سنه او 40 سنه لسه عايز ينجح. الشغف يا جدعان رونالدو الملهم لاي واحد عايز ينجح في الحياة عموما، حقق كل حاجة ومعاه كل حاجة ولسه عايز تاني. بيعيط وهو 41 سنة عشان فريق ما خدش الدوري بقاله سنين، يجي هو ويكون الهداف والقائد ونجيب الدوري. ومش كده وبس، مفيش غيره يطمني تكون النتيجة 2-1 هو اللي يجيب الهدفين. النصر ابطال الدوري ورونالدو بطل الدوري السعودي. انا مش فرحان عشان رونالدو خد بطولة، ياما خد بطولات ومش محتاج تاني اصلا. انا فرحان عشان هو فرحان. ما انت لو تشوف نفسك بعيني هتعرف انا بحبك قد ايه يا اخي، والله العظيم هتعرف بحبك قد ايه. عمي يا جدعان، عمي وافضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وافضل من لمس كرة القدم. يا اخي اقسم بالله بعيد عن فوز النصر، والف مبروك للنصر، الف مبروك يا اخي. هذا اللاعب ايش الشغف اللي عندك يا كريستيانو؟ يعني بيصير عمرك كم والشغف عندك يوقف؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني عندك 5 بلن دور، وعندك 5 دوري ابطال، وعندك 7 دوري محلي، وعندك 3 بطولات مع منتخبك. ايش تبغى كمان؟ ما شاء الله تبارك الله. اليوم لما شفته يبكي كذا قاعد اطالع اقول ما شاء الله تبارك الله. للان يعني للان الشغف، للان لمتى يا كريستيانو؟ ما شاء الله تبارك الله. اقسم بالله اقسم بالله هذول هم اللعيبه اللي احنا نحتاجهم. يعني احنا نحتاج لعيبه منتخبنا، نحتاج فرقنا لعيبه تلعب بروح زي كذا صراحه. ألف مبروك للنصر. صراحة ما فرحت قد ما فرحت لكريستيانو إنه حقق الدوري. الله يوفقكم ولا تنسوا اللايك والمتابعة. شكرا لكم. أقسم بالله دوري غصب وترك. كنت متصدر جدول ترتيب الدوري، وبعد كده التحكيم دخل لعب لعبته وفقدت الصدارة، وبقى الهلال متصدر بفرق 7 نقط. جبته وخدت الصدارة تاني وخدت الدوري بفرق 2 نقطتين. وربي دوري تارك بعد صفقاتك وبنزيما وتشليح، برضو انا بطل الدوري. دوري تارك. وبمين؟ جيسوس اللي انت قلت عليه مدرب مش عارف ايه. مبروك يا عالمين. اقسم بالله دوري حلال، ودوري ب10 بطولات من الدوريات الاخرى. دوري تارك.